اخواتي عندنا النهارده انمي كوميدي بحت حرفيا، يعني مهما كنت زعلان او شايل من الدنيا هفك عنك النهارده وهتقعد تضحك، قسما بالله لا تضحك وانا بحلف لك. اصل تخيل كده ان يكون في بنت غبيه موت جدا بتحبك وعماله تاذيك كده وانت اساسا لا طايقها ولا عايز تتجوزها، وكمان بتطلع عليك سمعه زي الزفت. ايوه انا عارفك بتفكر في ايه، لا بس ده انمي غيره. والسمعه الوحشه دي طبعا عشان محدش يقرب منك خالص، وحتى امها اصلا عايزه تخلص منها واصحابها، ولا اي بني ادم في الحياه بيطيقها. كل اللي حواليكوا بيلبسوكوا لبعض علشان يخلصوا منها ويخلوكوا تتجوزوا ويلا هش. والبنت الغبيه اللي احنا اصلا بنتكلم عليها دي اسمها يوشو، بتخش كده على والحقني بسرعه يا اسطى انا جايبه صفر في كل المواد. وهو طب فين المشكله يا بنتي، ما انت فاشله، ايه الجديد يعني؟ وهي جابت صفر اصلا رغم ان كل الامتحانات اختياري وصح وغلط. فبيقول لها ده ياكد انك غبيه يا بنتي. وفي وقت الاستراحه كده بيقول لها بت بقول لك ايه، بما اني صاحبك من ايام الطفوله ما تفرقي وتسيبيني، يعني اصل غبائك ده هيقتلني هيقتلك في يوم من الايام. ايه ده؟ يعني انا هموت اصلا قبل ما اكل موز تاني؟ يا بنتي بقى ارحمي امي، انسي الموز شويه، لازم تذاكري لانك لو ما جبتيش درجات حلوه زي دي مش هتعرفي تشتغلي بعد كده وكأنك قاعده في البيت. وتقول له ايه ده، الله يعني هفضل في اجازه طول عمري؟ طب حلو ده، يعني دي حاجه حلوه. وهو هيتشل من كتر الغباء، وهي هشوف مغفل بقى يتجوزني ويصرف عليا. حلو الكلام ده. بقول لها والله العظيم ما حد هيستحمل غبائك يا بنتي، يعني انا مستحملك بالعافيه اساسا واكبر من امك اللي جبراني ان انا اعرفك اساسا. ايه ده، يعني انت اصلا مش هتتجوزني؟ كنت بتعشمني الايام اللي فاتت دي كلها. طب واللي في بطني ده طيب اعمل ايه فيه؟ ايه ناوي تعشمني وتخلع بالكلام وخلاص؟ وطبعا الكلام ده كله قدام الفصل كله، وهو مصدوم. بطن ايه؟ الله يخرب بيتك، هو ايه اللي في بطنك اساسا يا جماعه؟ والله العظيم ما لمستها يا جماعه. فهي بتقول له الاكل اللي انت كنت بتاخدني في المطاعم تاكلني والموز اللي بتديهولي فينا كان هيتشلب. ولسه ما بتكملش الجمله بيلزقها في الحيطه وبيسطب لها ويندوز جديد على نظافه لانج كده يا صاحبي، على راي عمك طحلو. والكل بيتفرج مفكرين الولا هو اللي مفتري ومعشم البنت وكمان ضربها قدامهم، وبتقوم كده بتتكلم بالعافيه رغم كل اللي عملته علشانك وحبي ليك وكل ده. يا مفتري يا ظالم. هو بيقول لها انا مفتري وظالم عادي خالص وبياكل موز قشطه عادي. وبتقول له طب بتجيب لي اكل وموز ليه كل يوم رغم انك عارف اني بحب الموز؟ وبتيجي كمان تصحيني، وكمان ايه لما دخلنا الثانويه دخلت معايا نفس المدرسه. هو على اخره اساسا وبيرمي لها المذيع على الارض اساسا وبيقرا كده الكتاب بتاع كيف تتعامل مع الحيوانات. واصلا حوار المدرسه دي مفيش غير المدرسه دي اساسا في الحي بتاعهم. وبعدها كده بتحس على دمها بتقول له طب تقديرا على شكري ليكي انك اديتني موزايه كالعاده وانا بحب الموز وانت عارف، وكعربون شكر كده هوريك الملابس بتاعتي. وقدام الفصل كله بتقول له انا هوريك زي ما انت اساسا بتطلب مني دايما. فبيمسكها ويضربها. انا طلبت؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، انا طلبت منك حاجه اساسا؟ بطلي بقى تخلي صورتي وحشه، مش هتجوزك برضه، ارحمي امي، انا مش للبيع. فبتقول له انت مكسوف قوي كده ليه؟ ما انت ياما شفته كتير. وهو شفت ايه؟ اسكتي الله يخرب بيتك. وتقول ان هو عمل حاجات كده لا داعي لذكرها احتراما لان في اطفال بتتفرج بس. وطبعا الكلام كله كذب في كذب وما حصلش، والولا على اخره هيتشل وبتجري البيت وهو مش عارف هيبرر الموقف ده ازاي قدام الفصل كله. وبيجي تاني يوم كده بيخش عليها الاوضه علشان يصحيها كالعاده لان هو بيصحيها كل يوم، وهي طبعا مخففه هدومها جدا وهحط عليها حاجه ما تخافش يا عزيزي المشاهد انا عارف انك محترم. وقول لها اصحي يا حيوانه واشرحي لي بقى اللي حصل امبارح ده عشان ما اولعش في امك. ولما بتقوم كده بتقول له ايه ده انت عايز تتفرج؟ لا 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 عيب، هو تفوق على امك بقى، مش عايز اشوفك ولا عايز اشوف خلقه اهلك اساسا. وبنشوف كده البت بتكلمه وبتتاسف له ان هي بتتعبه كل يوم اساسا وبتجبره ان هو يصحي بنتها لان هي اصلا ما بتصحاش غير على ايده. وبتفهمه كده ان بنتها اصلا غبيه ومستحيل تتاقلم مع العالم ده، فيا ريت يرتبط بيها ويتجوزها ويحميها من العالم ده، وهو انسي اقسم بالله ما يحصل. بتقول له ليه يا ابني حرام عليك دي قمر. وهو بيقول لها عمرك شفتي انسان اتجوز قرد؟ يبقى مش هيحصل. وبتمسك ايده كده وخلاص بتبوس ايديه حرفيا. انا بتقول له خلصني من البت دي، ابوس ايديك اتجوزها خلي حد تاني يتجوزها، المهم لازم البت دي تتجوز باي طريقه، انا هيجي لي جلطه. وبقول لها حاضر افكر في الموضوع او نحاول نخلص منها باي طريقه، بس بقول لك انا عندي حل حلو بقى، احنا لو ما لقيناش حل نخليها تقتل حد او تعمل مصيبه ونرميها في السجن وهتقضي بقى عمرها في السجن واحنا ملناش فيه. والست بتتصدم اساسا من الجمله. ويروحوا كده المدرسه عند واحده كده اسمها سايه بيسلموا على بعض كده وانت ظريفه ولا انت اللي قمر وشغل البنات والهبل والتطبيل ده. الطبله تتخرم من كتر الكلام اساسا. وفي نص الكلام كده بيقول لسايه بطلي بقى تطبيل. وبعدين ازاي دي ظريفه يعني؟ ازاي وذكيه كمان؟ كدبك اوفر. وتقول له حرام عليك يا ابني ممكن كده يحصل لها صدمه لو قلنا الكلام ده قدامها. وهو بيقول لها طب حلو ده،
قوليها قدامها. وحوار بقى ظريف وظريفة للعلم كده أظرف منها بكتير جدا. ويوش سمعت الجملة ايه ده امسك متحرش بيتحرش بالبت يا اخوانا، ده وكمان بيعترف لها ان هو بيحبها كمان وعايزها تتجوزه بالعافيه. الله يخرب بيتك. فهنا بيقول لساها اوعي تفهميني غلط، والفصل كله باصص له وتقول له شكلك مخيف قوي. لا انا اسف، انا بعتذر وبرفض طلبك على حوار الارتباط. طلب ارتباط ايه؟ الله يخرب بيتك. ويوشي يا عيني اترفض. يلا حاول مرة تانية بقى، بس يا ريت من غير تحرش. فبيضربها كالعادة لأن هو الصراحة على آخره منها، وبتقول له بتضربني مع إنك شفت كل حاجة الصبح وأنا كنت نايمة، والكلام ده قدام الفصل. إيه ده هو بيعمل إيه عندها أصلا وهي نايمة؟ بيقول لها يا بنتي أنت اللي نايمة مخففة هدومك وعارفة إن أنا اللي بصحيكي، أنا ما طلبتش. وبيضربها تاني يلا. فبتقول حتى الموضوع محرج يا ابني بالنسبة لي. فبيضربها تاني ما تلبسي انا مالي. بعدها كده بنبدا الحصه، المدرسه بتقول في حد كده ما فهمش اي حاجه، ويوش كده بترفع ايديها انا ما فهمتش. بتقول لها كده طب انهي جزء؟ بتقول لها كله. وبتقول لها كده انا عايز العب بالكوره، هروح بقى العب وباجي تشرحي لي تاني. فبيديها بام الكوره في وشها اساسا. بعد كده بيقعدوا مع بعض كده وهم وسايا، وبيشوفوا كده مواهب يوش علشان هي اصلا حرفيا فاشله في الدراسه، فعايزين يشوفوا لها اي مهاره علشان تشتغل فيها. فبتقول لها بعرف اشرب الموز واكله ما عنديش غيرها. يوش بكل طلاقه بتقول لها احمد ربنا ان احنا بنات، لو قفلت مننا نطلع نرقص او نروح اي ملهى ليلي ونريح دماغنا، والانستا والتيك توك موجودين، ورورو البلد عادي بتهز وبتجيب فلوس هنجيب زيها. وبيدخل هنا بطلوا بقى هبل بقى، وانت يا حيوان انت مسيرها ليه؟ وبيزعق لها وبيشتمها فبتعيط. ويوش كده بتقول له يا ابني الناس بقت بتخاف منك يا ابني، خف بقى. وهو مش مهتم اساسا بكل الكلام اللي هي بتقوله، وبيقول لها ما عادي. فبتقول له يا ابني انت ما عندكش اصحاب وكمان مش عايز يبقى عندك حبيبه. فهي بتقول لها كده ايه ده هو ما عندوش اي اصحاب خالص، لا رجاله ولا بنات؟ فهي بتقول لها لا بنات ولا رجاله، وحتى البنات بالاخص بتقرف منه اساسا، زي ما كان طالع عليه سمعه وحشه او حد مطلع عليه كلام وحش، مش عارفه مين الصراحه. بقول لها بطلي كدب بقى، ما هو انت الله يخرب بيت اهلك اكيد لا يعني. فبتقول لها طب استنى انا هاكد لك دلوقتي. فبتروح تنتش التليفون بتاعها، بتفتح الواتساب اساسا وبتلاقيه فاضي حرفيا، ما فيهوش غير امه وابوه وهي اساسا. وبيصعب عليها قوي يا عيني، ما عندكش اصحاب؟ طب خلاص انا من النهارده هبقى صاحبتك، افرح يا عم الحاج. وهو خلاص جاب اخره هيقتلهم، ان اصلا البت هي السبب اللي خلته اساسا مشهور بان هو زباله وسمعته زباله. كل ده بسبب يوش اساسا اللي لازقه فيه، وبتقول انه بيتحرش بيها وبيتحرش بناس كتير جدا وعامل معاها حاجات اصلا هو والله العظيم على الله ما بيبص الراجل مش لبنت حتى. نروح كده لبيت يوشو وعماله تفكر هو الواد ده ما بيحبنيش ليه، وبتدور كده في الملابس والمجلات كده في المقاسات والحاجات كتير كده، وهي بتسأل نفسها هو بيحب انهي مقاس. فبتركب كده صورتها اساسا على المجله وتروح تحطها له كده قدام الباب، وعليها اصلا صورها بس مقاسات واشكال مختلفه. وهو اول ما بيطلع بيقرف اصلا من المجله وبيدوس عليها وبياخدها بالعافيه وبيوديها المدرسه كده وهي معاها المجلات ومش عايزه ترميها، وبتقول له لا عمري ما هرميها، انا دافع فيها فلوس كتير قوي. المشكله كده ان بيبصوا كده بيلاقوا في تفتيش في المدرسه اساسا، وفي واحده كده وهي رئيسه مجلس التفتيش اساسا والاداب في المدرسه، وهتفتش كل الناس اللي داخله واللي خارجه، فبتمسكهم كده بالمجله. ويوش كده اول ما بتتمسك البتاع دي مش بتاعتي على فكره، بتاعت الواد ده. وعلى فكره هو اللي قال لي اصلا ان انا اخبيها في اللبس بتاعي علشان محدش ياخد باله، وانا بنت ممكن ما تفتش، اتعاملي معاه بقى ماليش فيه، وهو كان بيجبرني اصلا ان انا اشيلها بالعافيه. انا الرئيسه كده بتقول له انت ازاي تجيب حاجه زي كده هنا يا ابني، وبتقرب منه جامد كده. ويوش كده بتقول لها ايه ده انت مش مفروض بتاعه الاداب، انت بتقربي منه بالحاجات دي الكبيره دي ليه يا بنتي؟ في ايه انت بتغلي الواد ولا حاجه؟ وصحيح انا ممكن اتاكد منهم اذا كانوا فيك او لا. وهي طبعا بكل تلقائيه بترفض طبعا، وبتديها عمله معدنيه كده على اساس ان هي بتغريها، فبترميها في الارض كده. هو ايه ده انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ فبتقول لها طب ايه رايك في الموز؟ الواد ده اساسا معاه موزه ممكن نديها لك. وبتتصدم من الجمله، موز ايه؟ مش فاهمه انت قصدك ايه؟ هم اصلا ممسوكين بمجله اساسا، استغفر الله العظيم. فبتقول لها ايه يا بنتي انت فهمتي ايه؟ انا قصدي موزه اللي هي كانت ب $100 جايه من امريكا. صف النيه، انت نيتك زباله، انا مالي انا. وبعدين دماغك كان فيها ايه؟ وهي بتتكسف جدا اساسا وبتصوت، والتانية اساسا بتستغل الموقف عشان تروح تتاكد ان كان الحاجات دي فيك ولا لا. وطبعا هيبقى في بلور او ستيكر هتحط على المشهد ده، بس هنا بتتاكد ان هم حقيقيين فبتصوت. وهو كده بيتدخل وبيضربها وبيقول لها بقى كفايه بقى كفايه صيادتين، الله يخرب بيتك، ما انا اللي ماشي معاكي، سمعتي بقت زي الزفت، لو رحت اتقدمت لواحده هترفضني.
يا شيخة ده انا مش عارفه اكلم رجاله مش بنات حتى، الله يخرب بيتك. وهي بتقول ليه يا رب خلقتني فلات، يا رب ما عنديش حاجه يا رب. هو اساسا مش فارق معاه، بيروح يعتذر للبت التانية، وبيجي كده تاني يوم وبتلعب مع العيال، لقيتهم اصلا في الشارع مره واحده بتتعرف عليهم. وهنا ايه ده، هو انت مين؟ فبتقول لهم انا يوش. فبيقولوا لها ايه ده، ايه البغله دي، ما نعرفكيش، يلا من هنا. فبتخوفهم كده وبيجروا، وهي بتجري وراهم، واصلا هي شكلها حراميه اعضاء اساس. فبيجي كده بيضربها، يلا انت بتعملي ايه هنا، انت مش وراكي مذاكره، وبعدين انت مش جايبه اصفار وسقط، الله يخرب بيتك. بتقول لهم الشيطان الحقيقي اللي هياخد اعضائكم، وبتجري معاهم. فما بيلاقيش حل غير ان هو يمثل ان هو شيطان فعلا وبيهزر، عشان العيال هتخاف وتروح تقول لابوهم وامهم وهيروح في 60 داهيه. وفي الانمي هنا جريمه تخويف الاطفال اساسا ممكن توصل للاعدام، وهي بتفكر اصلا تنط من على المرجحه عشان تضربه كده، بس هو بيمسكها مش زي ما كان في خيالها خالص، وحرفيا بيلعب بيها اساسا من مرجحه حرفيا، بس هدومها هنا بتبان. فبتقول له ايه ده، انت قليل الادب قوي، وايه ده، لا استنى كده، لا انت مننا وعلينا اتفرج. وبيعرف منها وبيضربها، يلا، وبيرميها على الشجره، وبينزل ضرب فيها، وبعد كده بيجرها حرفيا، لا بيجرها يا جماعه زي ما انتم شايفين. وبتنضم من يوم كده ساعه، بيلاقوا كده واحد قاعد في الارض، فيوش كده بتشتمه، وكمان هنا بتقول له حاسب بقى لا يجي لك البواسير ان القعده دي غلط اللي انت قاعدها دي. فبيمسك فوقه بيقول له انت محظوظ قوي ان انا ما بضربش بنات، فهضربك انت. هو كده بيقول له انا مالي، ما تضربها عادي يا اسطى، وبعدين دي مش تبع البنات، ويش كده انت خايف منه يالا ولا ايه؟ بيقول لها تخرس كده. والولد هنا بيمسك سايه وبيقول لها كده انت ظريفه قوي، ما تيجي كده نروح نلعب. ويش كده بتتدخل مره واحده بتقول له ايه ده، انت رايحين تلعبوا من غير ولا ايه، انا جاي معاك، ولا انا عايز العب. لا لا مش عايزك انت، وبيضربها هنا، وبتقوم كده وبتقول له انا عارفه ان اكيد ما عندكش اصحاب عشان كده عايز تلعب مع اي حد. تقريبا هي من كتر غبائها مش عارفه ان في مشكله هنا، وان البيت تقريبا بيتحرش بيها او حاجه. فبيقول لها كده بعيدي عني بقى مش عايزك. فبتديله بالقلم، لا انا هلعب معاك، انا عارفه مصلحتك، وبتضربه كده بالشلوط في حته. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. طبعا الواد بيفضل يعيط وبتذلل لها ان هي تسيبه. البت عملت له اعاده ضبط مصنع، وبيروح كده البيت البت يوش كده بتفضل تذل اخته كده ان هي غبيه وفاشله، فاخته كده بتزعل وخلاص هتعيط، فتزعل كده انا غبيه وفاشله. فهنا بيقول لها لا 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 طالما انت ما وصلتيش لمرحله الصفر في الامتحانات زي بنت الفاشله دي، فانت في الامان. ففي وسط الكلام كده بيقع منها الورق اساسا بتاعت الامتحان بتاعها، كله بيتصدم ان بنشوف هنا في صفر جميل ظريف زي يوش. وهنا هو خلاص على اخره، يا جماعه انا على الاخر، يعني انا على اعمل بنت الجزمه دي ولا من اختي ولا من مين بالظبط، انا كتير عليا اتنين يا جماعه. وبيحصل طبعا شويه حاجات تافهه ملهاش 30 لازمه. وبيجي تاني يوم كده وبنشوف ان البت بتاعت التفتيش كده بتبص عليه او بتراقبه كده من بعيد، والبت دي شكلها وقعت في حبه ولا ايه. وبتيجي كده يوش وتقول لها ايه ده، مش انت اللي كنت عايزه الموزه بتاعت يا بت ولا ايه؟ وبعدين بقول لك ايه، انت بتراقبي الواد؟ فهو كده بيبص كده ايه ده، هو في ايه؟ فهنا بتقول له انا جاي افتشك بس علشان بس اشوف في ايه، ولو معاك حاجه مخالفه تاني. وطبعا هي مرتبكه جدا مش عارفه تتكلم، يلا عشان افتشك. ويوش كده بتشوف، فهي بتقلق من الحوار وبتقول لا البت دي شكلها مش سالكه. وبيفضلوا كده يتخانقوا وبيطلعوا عين بعض الاتنين حرفيا اساسا، وملناش دعوه احنا يا جماعه، ملناش دعوه، سيبوهم وملناش فيه. في بلور عشان البت يوش دي ما بتلعبش بسلكان خالص، وبتمسك حاجات غريبه، وبتخلص على يوش كده. وبيجي كده الدور بس بيجري كده منها وخايف، وعمال يتفادى الضربات من كل حته لغايه لما بيلبسها حرفيا في الدولاب، وبعد كده بيفوقها، والبت بتخاف قوي يا عيني. وطبعا الكلام ده قدام الناس كلها. بعد المدرسه كده بيروح هم وسايق كده للبيت بتاع يوش، فما كده بتقول ايه ده، ايه البت الظريفه اللي معاكوا دي؟ وهنا يوش بتقول لها صاحبتي. فبتقول لها انت عبيطه يا بنتي ولا ايه، انت غبيه صح، يعني انت بتعرفي البت على انت عايزاها تسرق الواد منك، والله الله يخرب بيتك، ان لما صدقت تخلص من اهلك. فهي بتقول لها لا اطمني يا ماما، انا اصلا اظرف منها واجمل منها وذكيه موت عنها. فماما بتقول لها اقسم بالله ما حصل، ده الكلب اللي عندنا اذكى منك يا بنت. وطبعا الام هنا ما فعلتش ان الابن في عين امه غزال، ولا اهتمت بالمثل ده اساسا. مش هنا بتعرفها على البيت وبتوريها كده الموز كمان بتاعها، وبتعزم عليها. وما كده على اخرها انا مش هعرف يا جماعه استحمل البت دي طول العمر، انا لازم اخلص منها واجوزها بالعافيه، والبت سايه دي لازم تختفي من حياه وبتروح كده ولا حركس من البت ام شعر اصفر دي، شكلها ناويلك على ان هي زي الزفت. وسمعتها بتتكلم في التليفون بتقول حاجات غريبه قوي عليك على فكره، انا ما بكدبش طبعا انت عارف. بتقول لهم ما تخافيش انا ما عنديش اي نيه ان انا ارتبط اصلا، او ان انا ارتبط عموما. فبتقول لها انت كدابه قوي وحربايه على فكره، بس يا بنت انت وريني لونه ايه.
هي البت بتتكسف ايه ده اللي لونه ايه يا طنط معلش بس لا مؤاخذه اصل انا نيتي راحت في حته بعيده. تقول لها ان هي بتعرف اصلا البنت من لون اللبس اللي هي بتكون لابساه، لان هي اساسا لو لابسه لبس ضيق او ملزق او مفتوح بتكون عايزه تغري الراجل، وبالذات الملابس اللي هي بتكون مستخبيه دي بتكون مبينه اصلا الاسلوب بتاعها والحياه بتاعتها اساسا. فالبت بتتصدم من الكلام، انت بتقولي إيه يا طنط طنط انا صاحبتهم بس، وبعدين ايه اللي هيجيبه جوه عشان يتفرج؟ يعني هو هيشوفها ازاي؟ وهنا بنعرف ان بنتنا يوش ما بتجيبش العته ده من بره، ده هي الخلفه زي امها بالظبط، عيله معتوهه، ويوش كده بتنضم ليها اساسا عشان عايزه تتفرج فضول مش اكتر، وبيكلبشوا البت كده. وهنا بيقول لهم انا لسه هنا يا جماعه، انتوا بتعملوا ايه بس في البيت؟ امها بتمسكها كده وتقول لها يلا يا بت بدل ما الواد يتسرق مننا، وهنا يوفي يتدخل وبيضربها اساسا، بس هي خلاص بتستسلم وبتقول لهم خلاص هوريكم، بس طلعوا الواد ده بره، واكيد مش هجيب لكم الحته، عارفك يا بنيه مش سالكه وعايزني اجيب لك الحته، مش هجيب. امها بتطلع كده بتقول له لا خلاص اعمل اللي انت عايزه، تطلع اكتافها اساسا. ويوشي هنا بتطلع بتقول له مرسوم عليه قطط ساب الزعل، الله يخرب بيتكم انا طلعت الواد ليه، وتروح كده كالعاده تفرض نفسها على العيال، ويقولوا لها كده انت مش كبيره وفي ثانويه عامه تقريبا ولازم تذاكري، وتقول لهم لا عادي انا بذاكر بعد ما بلعب، انا بكافئ نفسي بعد ما بلعب ان انا اذاكر. الاسلوب ده بحب اعمله قوي على فكره يا جماعه، والله كنت بعمله. وبيفضلوا كده يلعبوا مع بعض، وبيجي كده بالليل وبتروح كده وتاخد كمان معاها الاصفاد اللي هي بتاعت امها اساسا، وبتكتفه كده ونفسك فيا صح، وهو اقسم بالله ما نفسي في حاجه، انا مش عايزك اصلا ولا طايق، انا ورايا مذاكره يلا بنت بره، مش هتلاقي عايزه تتحرش بالولا ايه يا جماعه؟ في إيه؟ انت ما عندكيش اخوات ولاد ولا ايه؟ وبيديها بالروسيه وبتتصور كده معاه بالعافيه، وبيفضل كده يضرب في امها، بس اخته بتخش كده عليه وبتفتكره هو اللي بيتحرش بيها، والوضعيه مش لطيفه خالص. ابوس ايدك ما تفهمني غلط. بيجي كده اليوم اللي بعده وبنشوف الواد ابو شعر اصفر كده بيتخانق مع اوف ويوش، وبتهرب، ولسه الواد هيضرب اساسا اوه هنا، بس بقى غور يلا من وشي بقى يلا هش، ويحط عليه ويقول له كده يا اسطى بقول لك ايه ما تيجي نتسوح. والتاني حاسس ان ايه ده في ايه، هو انت الوان ياض عجله. هو عموما انا بنات بس والله العظيم ماليش في الرجاله انا اسف. بنعرف كده ان يوشي راحت اصلا عشان تلعب مع الاطفال، وبعدها كده بتقعد تذل في الواد ابو شعر اصفر كده، وبنشوف كده ان درجاتها الحمد لله اتغيرت وبقت صفر برضه. لا عادي، انت ايه كنت حاطط امل عليها ولا ايه؟ وتقول لها كده انت ليه ما بتجيبيش درجه واحده لله يا مؤمنه واحده. تقول لها علشان انتوا اصلا اغبياء وما بتعرفوش تشرحوا، والمدرسه كده احنا اغبياء فعلا والله، احنا اغبياء ان احنا لسه بنحاول معاكي اساسا. المدرسه بتقول لها الله يخرب بيتك هترفديني هترفديني، الوزير اساسا لما دخل علينا قبل كده ساب الفصل كله وسالك انت ولقاكي منيح، لازم اخلي درجاتك تعلى يا اما انا هترفد، الله يخرب بيتك. فبتبص لأوه كده اعمل ايه يا ابني، ارفدها طيب ولا اعمل ايه ولا اقتلها؟ هو بيقول لها لا الرفض مش حل خالص نهائي، احنا لازم نقتلها على طول، اقتلي يلا قولي بسم الله ويلا. والبت خلاص انا مش طايقاها وهتمشي، فجابت لها موز عشان تقعدها، وفعلا المدرسه والله يعني تصرف من جيبها اساسا عن المدرسه، وعماله تسالها مش عايزه تذاكري ليه ومش ليه وبتاع، فهنا بتقول لها بسبب الحب، انت ما جربتيش الحب، جربي الحب وساعتها بقى هتعرفي اساسا انا ما بذاكرش ليه، وهتعرفي ايه السبب اللي يخليني ممكن اذاكر. وطبعا مدرستنا داخله على 30 حته سنجوله كده، فالمدرسه بتقول لها للاسف انا مش مرتبطه، فهنا بتقول لها ما تخافيش عندنا وممكن تجربي عليه وترتبطي بيه وتحبيه. فبتقول له اوف كده علمني الحب بالله عليك هترفد والله العظيم عندي اقساط وهتسجن. وبيضربها هي كمان، والتانية عماله اصلا ترجع من كتر الموز اللي هي طفحته، ويروح كده عشان يواجه الولد ابو شعر اصفر، بس الولد هنا بيعمل حاجه غريبه جدا، ان هو اصلا عادي يتذلل له ويقول له مش هتخانق معاك تاني لان الملكه بتاعتي اساسا ادتني امر ان انا ابقى الخادم بتاعك. وهو مستغرب ملكه مين، هي يشبهت ملكه وخدام ماشي يلا يمشي من وشي يلا سلام. هو اساسا ماشي هنا عمال يفكر البت دي ماسكه عليه زله ولا سيديهات ولا ايه. وبنشوف يوش كده بيتكلم ساعه بتقول لها عيد ميلاد بكره تعالي معايا كده نطحن الغرفه بتاعته بالليل عشان نعرف هو بيحب ايه وعنده ايه. ورئيسة التفتيش كده بتشوفهم بتقول لهم انا عايزه اطمن وعايزه اجي افتش البيت معاكم اساسا والغرفه بتاعته، لان انا شاكه ان عنده اساسا مجلات تانية وهقدم فيه مذكره للمدرسه علشان ترفضه. وهي طبعا بتكذب شكلها بتحبه وعايزه تروح تشوفه معاهم اساسا، وبما انهم اصلا جيران فبيروحوا بيت البت اساسا وبينطوا من البلكونه للبلكونه اللي جنبها. وبنعرف طبعا ان هو اساسا حاطط افخاخ علشان يوس بتحب تنط كتير، بس بتقع على ساهيه ويا دوبك بتلحق نفسها قبل ما تموت. وبيسدوا ودان الواد اساسا وبيقعدوا يصوروه يلعبوا فيه اساسا
حرفيًا، بيعملوا حاجات كتير كده. إيه ده، إيه ده، هي بتشم إيه بنت المجنونة دي؟ وبيتخانقوا على إيه، وفي إيه، مين دول؟ ألخصها إزاي أنا بنية سالكة دلوقتي؟ لأ يا جماعة هي نيتهم فعلًا مش سالكة عشان ننجز يعني، وبيضربوا بعض كده وبيتخانقوا، بس الضربة بتيجي في أخته عشان بتفتح الباب وكانت داخلة أساسًا تزعق: وطي صوت أمك يا ابني، الصوت عالي هنا ليه؟ بيكملوا خناقة كده على مين هينام أساسًا، وياخدوا الصورة معاه وهو نايم عشان يذلوا بيها، مش عارف عايزين يذلوا الواد ليه أساسًا، وبيصحى كده وشكلهم وحش موت. وبييجي اليوم اللي بعده كده ويوش بتقول أخيرًا الأجازة الصيفية جاية، يس أخيرًا بقى، وسايا هنا فرحانة وبيسألوا كده هو هتعمل إيه في الصيف؟ وبيقول لهم هاذاكر طبعًا وأنا فاشل زيكم، أنا الأول على المدرسة ولازم أفضل الأول، وبتضربه بتقول له ده يا ابني صيف يعني المفروض تذاكر، فهنا بيتزقق في الدولاب: يا بنتي المجنونة أنتِ ساقطة، أنتِ ساقطة جايبة صفر، ده أنتِ المفروض أكتر واحدة تكون بتذاكر أساسًا في الصيف، وبعدين عندِك سمري وامتحان في الصيف، يا أم ملحق، ها يا أم ملحق. يا ام ملحق. وفي اليوم اللي بعده كده بتفتح كده الشرفة كالعادة وبتنط كده على الولا حرفيًا، بس هنا بيعلقها حرفيًا مكان النجفة، القناص بس يحط الفيشة بتاعة الكهربا عشان تنور، واخته بتخش كده: يا ابني الساعة بقت 6 الصبح بقى بطل صداع، وش كده تعالي معانا تعالي، تقول لها أنا معايا تذاكر يلا نروح نتفرج بقى على الفيلم، ولأن هو فيلم أنمي مشهور جدًا بتكون نفسها تروح كده وهو ما كانش عايز، بس لما بيلاقي أخته نفسها تروح بيقول لها يلا يا ست تعالي، بس يا ريت ما تعملوش زي المرة اللي فاتت، ويروحوا السينما كده وبيقول لهم بت منك ليها أنا مش عايز صوتكم يعلى تمام بدل ما نطرد زي ما بنطرد كل مرة كالعادة، وبتقول له كده عيب عليك يا اسطى مالك في ايه، احنا نعلي صوتنا. واول ما الفيلم بيبدأ كده وش كده بتزعق وبتقول للبطلة اصلا اديله بالشلوط اديله بالشلوط، وبيجيب لازق اصلا وبيكتب بقها علشان ما تصوصوش اساسا وهم في السينما، والكل مندمج اساسا في الانمي، والبت برضو رغم ان بقها مرزوق اساسا بس بتفضل تصوصو وعمالة اصلا تتحرك وتحرك ايديها ورجليها وحوارات كده، فبيلزق ايديها ورجليها هي كمان يلا والله ما انا مزعلك، واخيرا كده اتفرج بهدوء. ياه اخته كده بتزعق: اسكتي بقى انت كمان يلا، فبتعيط منه اساسا، البت لسه صغننه وهو ابوس ايدك ما تعيطيش، لا 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 هنلم السلم علينا ومش هنعرف نسكتك ابوس ايدك، والتانيه بتفك اللزق كده يلا هتكسبي يا بطله، وطبعا البطله بتخسر مع منحوسه اللي بتشجعها اساسا، بنت دي نحسها بيشبه النحس بتاعي والله في حظي في حياتي، والاتنين كده بيفضلوا اصلا يعيطوا سوا وشكلهم اساسا بقى وحش قوي قدام الناس والكل بيشتكي خلاص هيطردوا حرفيا والبوليس هيجيلهم، وهو والله لا سكتهم لكم يا جماعه ثانيه ثانيه، وبيضرب اخته وبيضرب اللي بعدها هي كمان ويوش ويلا بيجرهم بيطلعهم بره. ولما تاني يوم بيجي كده اخته بتصحى: ايه ده احنا مش كنا في الفيلم ولا ايه؟ وهنا بيقول لها: ايه ده في ايه فيلم ايه يا بنتي، انت كنت بتذاكري اساسا قدامي اهو ورحت في النوم، انت كنت بتحلمي ولا؟ والتانية كده بتصحى بتلاقي نفسها في بيتها: ايه ده ايه ده ايه ده، دي قوة خارقة، ده الانتقال الآني ده صح، الله دي شيخة أم غباها ده فظيع. ويوش هنا بتفوز أساسا باليانصيب بتاعة الرحلات وبتفوز كده بتذكرة للبحر، ومرة واحدة كده الرئيسة بتطلع كده، وطبعا هي كانت بتراقبهم وبتقول كده: ايه ده ايه اللي هيحصل ده، بنات وولاد مع بعض في الشط، لا 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 الموضوع ده لازم مراقبة بقى وانا جاي عشان اراقب عشان ما تعمليش اي حاجة غلط. طبعا بقول لك ايه معاكي كده تذكرة زيادة، طبعا هي عايزة تروح عشان اساسا، وريو هنا ابو شعر اصفر كده بيخش عليهم هو كمان: ايه ده يا جماعة يا جماعة ماليش معاكم كمان تذكرة زيادة يا اخوانا، دليفري انمي شخصيا هنا بيقول لكم انا عايز تذكرة انا كمان عشان انا طقت والجو بحر. وهنا الاهم من التذكرة بس انتوا بتراقبوني ولا في ايه، وانت مين وهي مين وجيتوا امتى؟ فريو هنا بيقول له انا كنت جاي الصراحة العب معاك ضمنة وبالصدفة البحتة سمعتكم، معرفش بقى البت دي كانت بتعمل ايه، ما اعرفش. والبت بتقول له كده انا كنت براقبك الصراحة علشان اتاكد ان انتوا ما بتعملوش اي حاجة غلط من بعد الحاجات اللي انت كنت بتقراها دي الزبالة يا زبالة. وبيقول لها طبعا وانت مال امك، يعني دي حاجه قانونيه صح يبقى مالكيش فيه، وبعدين ما تكبريش دورك في الانمي، انت يا دوبك في المدرسه، شغلك في المدرسه مش بره المدرسه، زائد انت طالبه معانا وفزتي بس في الانتخابات بتاعه رئاسه الرقابه اللي هي في المدرسه، ان المدرسه سامحه للطالب انه يبقى موجود فيها، اما انت مش ظبوطه، اول ما تبقي ظبوطه وتبقى في الداخليه بتعالى اعملي يبقى الحوارات دي كلها ما تصدقنيش. وبياخدوه غصب عنه كلهم اساسا ان هم بيجتمعوا ان هم يروحوا يشتروا لبس اساسا للبحر، ويوش هنا بتقول له ده مش مفتوح قوي ممكن البسه، ويقول لها هو انا مش جوزك على فكره يعني اولعي البسي عايزه تروحي عريانه من غير لبس انا مالي. والتانية كده ده بقى محترم شوية عنه، انت مين اصلا، وبعدين ده مش محترم. وريو هنا بيقول له انا ممكن البس الشورت ده، انا كنت شاكك فيك يا اسطى من زمان، بعدين انت مين برضه بتاع الوان صح. عموما يا جماعه انا ماليش فيه يعني، حتى وبتعملوا الحاجات دي من باب الصداقه انا مش رايح. والرئيس هنا بتقول له ايه ده امال انا رايح اراقب مين اساسا، ما كده ما عادش فيه ولاد. فبيقول لها ايه يا بنتي في ايه، ما في ولد اهو ممكن تراقبيه، ولا انت قصدك ان هو الوان فعلا ولا ايه؟ وبتقول له انا مال اساسا يتحرش بيهم ولا عندهم ايدين،
وسام بتقول له كده انا كنت عايزه اروح اصلا معاك علشان اتعرف عليك اكتر، ولا انت مش عايز تعرفني؟ وبتعيط كده. وهنا بيقول لها انا ما عنديش مشكله منك اصلا، حرفيا انت زي القمر واقعد اتعرف عليكي، اما دول انا ما اعرفهمش مين دول. فهنا بتبص عليهم، لا هما مين فعلا، بس بقول لك ايه يعني برضو يعني انا عايز اتعرف عليكي، ولا هم انا فعلا مش عارفينهم بس برضو. وبعدين لازم تبقى اجتماعي بدل ما انت ما عادش فيه في حياتك اساسا غير الدراسه والفرجه على الانمي. بيقول لها وانت مالك؟ وش هنا بتتدخل بتقول لهم على فكره ما بتفرجش غير على انميات اتشي وبلس 18، حبيت اوضح بس. بتقول له يعني انت مش عايز تتعرف عليا اكتر خالص، وبتركع له كده وعماله تعيط. وهو الله يخرب بيتك، الناس هتتفرج علينا خلاص، موافق موافق، الناس هتفتكر انها بتحرش بيكي. وطبعا كله تمثيل في تمثيل، وكانوا بيضحكوا عليه اساسا وعمالين يشكروها. والبنت الرئيسه كده بتفكر ازاي توقع يو اساسا في حبها، وعماله تتخيل حاجات كتير كده. وام يوش كده انا شامه ريحه فيها واحده حربايه على فكره هنا، وتضحك كده عليها، ده انا جايه علشان اراقبهم على فكره يا طنط، ما تفهميش غلط خالص. وعمالين يتعرفوا كده على بعض، فبتزعق لها كده انت فاكراني عيله هتضحكي عليا يا بت ولا ايه؟ انا لازم اخلص اصلا من البت دي علشان هتقتلني في يوم من الايام، غصب عنك لازم البت دي تتجوز. وبتاخد كده اللبس اساسا بتاعها وبترسم عليه حاجات عشان تبوظه، عشان مستحيل ان هي تلبسها وهتتكسف خالص. ويوش هنا بتقول لها الله الله، وانا كمان ترسم كمان عليه. وبتقول لها هنروح بيهم كده عادي خالص. فما هنا بتجيب مقص وتقول لها ولا تزعل نفسك اقصهم لك خالص يلا. بس ريو هنا بيمسكها فبتصوت كده الحقوني متحرش. فبيقول لها كده محدش هيحلك مني يا عجوزه. وهي مين عجوزة؟ مين دي اللي عجوزة؟ وبتضربهم كده كلهم واحد ورا التاني. وقطع تقطع اللبس كده بيخش عليها كده هو في ايه بقى، وبترميه باللبس كده بتاعها اللي هي كانت لابساه وبتجري. وطبعا هنا كان في واحده مستخبيه ورا العمود ولكنها موجوده عشان خايفه، وجربت البت يوش اساسا. وبيروحوا البحر كده، وفعلا الرئيسه بتحاول تغري الولا، والعين من الحاجات اللي هي كانت مكتوبه ومرسومه اتمسحت عادي خالص. وبتحاول تغريه كده وتقول له بقول لك ايه يا اسطى، ما تيجي تعلمني الاول. فيوش هنا بتخش عليها بتقول لها بنتي ام حاجات كبيره انت على فكره، مش بالكبر والحاجات دي، اهم حاجه الذكاء. ده على اساس ان هي اساسا عندها حاجه من الاتنين، لا الكبر ولا الذكاء الحمد لله. وتقول لها كده انا مش قصدي حاجه على فكره. هنا انا ماشي، انتوا شكلكم اصلا بتنافسوا ابليس على الكرسي اللي هيقعد فيه في النار، ده انتوا عالم كفره. وتقول له كده انت ما بتبصش ليه، ما مش عاجبينك ولا ايه يا ابني؟ بص مش هزعل عادي. بقول لها انسوا مش عايز اقابل ابليس، انسوا خليكم انتوا كفره كده طلعوني من الموضوع. ويوشي هنا بتحاول تتخانق معاها كده، وبتحاول اصلا تستنجد بس هو انا مش هنا، انا بص انسوني. بتدفنها حرفيا بالرمل عشان يبقى كل حاجه مسطحه. وبتقول لها كده بقت مسطحه خالص وزي الفل كده، محدش هيبان منه حاجه. بتدفن كده البت حرفيا. والصراحه انا هقطع حته من هنا عشان ما ينفعش تتعرض، لان هي عملت حاجات يعني حرفيا اوفر ان هي تكون موجوده. وصحيح الولد بقى اللي هو كان مفروض اساسا الوان، يو اساسا دفنته في البحر، لان هي اصلا حست ان الواد ده ممكن يبقى خطر ويخلي اصلا صاحبنا الوان زيه، فده هيبقى خطر على الخطه ان هي تتجوز بنتها اساسا. فقررت تدفنه للابد. الولايه دي شريره قوي. ويوش كده بيجي لها مشوار مهم جدا، فبتسيب كده الكلب بتاعها عند هو بيقول لها انا بكره الحيوانات قوي، مش كفايه عليا انت يا بنتي، ترحموني بقى يا جماعه. فالكلب بيزعل جدا كده خالص، وبيزعل قوي. وهنا بيقول له لا ما تخافش انا بهزر يا اسطى وانت زي القمر. فالكلب بيفرح قوي. ايه ده كلب بيفهم اكتر من يوش يا اخوانا، في ايه؟ وفعلا هو قال كده في الانمي، الكلب بيفهم اكتر منها. وبيكون عايز يسيب الكلب ويمشي، والكلب بيزعل، فبياخدوا كده ويتفرجوا على الفيلم كده. بس الكلب ذكي موت جدا. ويوش هنا بتخش انت ايه ده في ايه؟ انت بتخوني مع الكلب يالا ولا ايه؟ والله يا جماعه هي مقتنعه ان هي اصلا حيوان زيها زي الكلب، عشان كده بتتخان. فيعني نو كومنت. المهم كده الاجازه بتخلص، والمدرسه بتقول لهم كده ابوس ايديكم الوزير جاي تاني، ابوس ايديكم هترفد والله 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 عندي اقساط يا اخوانا، وهيبقى فيها حبس ومش مجرد ايقاف عن العمل بس. تقول لها كده انت اتعلمت الحب؟ فهنا بتقول لها والله يا بنتي انا مش مرتبط عشان اشوف كم الحب بتاع اهلك ده. فبتقول لي كده ما تيجي اجرب عليك يا اسطى، انا عموما حته 19 سنه. فهنا بيقول لها 19 مين يا وليه، انت معديه ال 30، ده كله مكياج وميك اب. فبتزعل قوي كده وبتمشي. ويوش هنا بتقول له يا ابني ايه اللي انت قلته ده، في ايه؟ انت بتصدمها في وشها ليه؟ وبعدين حد بيقول لبنت كده عمرك كام سنه؟ انت عيل جاحد يالا، مش هتعرف تنام لمده اسبوع، حرام عليك. نعرف كده من غباها اساسا ان هي مسميه الكلب قطه.
بتنادي له بتقول له تعالى قطة، روح يا قطة، وطبعًا بيضربها، هو ده اسم الله يخرب بيتِك، طب ما كنتِ تجيبي قطة طالما بتحبي القطط، والكلب كده انجزوا يا جماعة أنا عايز آكل أساسًا، وكفاية إن أنا سامعكم وسامع خناقتكم على اسمي، سموني أي اسم يا عم ما تصدعناش. بعدها بنعرف كده إن عيد ميلاد أخت أوه أساسًا النهارده، وبيجيب لها كده هدية كتاب، وبتسيبه كده وبتخش الغرفة بتاعتها بتكون زعلانة موت وما بترضاش تفتح له، فهنا بيقول لها طب أعمل لِك إيه يا بنتي، أديكِ إيه والّا أعمل لِك إيه؟ وبتقول له عايزة أخ أحسن منك، حد يجيب لأخته في عيد ميلادها يا جاحد كتاب عشان تقعد تذاكر فيه، فهنا بيقول لها ما أنتِ فاشلة، ما أنتِ جايبة صفر. فقُلت أساعدِك يعني، وييجي تاني يوم كده ويوش بتروح لواحدة كده من في الفصل وبتتكلم معاها كده وبتقول لها أنتِ بتكلمي مين؟ فالبت بتقول لها أنتِ مال أهلِك، يعني أنتِ مالِك؟ فيوش كده ده حبيبِك الجديد صح؟ صح، 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 بس غريبة ده شكلِك يقرف الكلب إزاي ارتبطتِ؟ وكمان أنتِ غبية جدًا يعني إزاي؟ اقنعيني. وتقول لها بعيدي عني يا بت، ويروح يسأل البت اللي هناك دي بُصّي قاعدة مرتبطة بقى لها 3 شهور، روحي يالّا هش. فهيش بتقول لهم الله ده أنتم في البدايات، طب استغلوا بقى الفترة دي قبل ما حد فيهم يخزوقوا يعني وتفركشوا وكده، وتقريبًا قاعدة تحسد في العيال، وطبعًا بيقعدوا مع بعض وبيجيبوا قرار الموضوع زي أي بنات أساسًا، بعد كده بنشوف الرئيسة كده بتراقب الواد كده كالعادة، وهي بتتفرج كده عليهم وبيطلعوا كده على السطح، وبتقول لها كده بطلي تراقبي بقى أم الواد، تقول لها أنا طبعًا ما باراقبش أي حد خالص، فبتتصدم أصلًا لما بتقول لها قطة المدرسة كلّها عارفة إن أنتِ بتراقبيه، لإن بكل بساطة يوش فضحتِك أساسًا في المدرسة كلّها، فبتقول مش مهم أهم حاجة هو شايفني إزاي، فهنا بتصدمها وبتقول لها شايفِك مهووسة أساسًا بالرجالة، وهي طبعًا بتتصدم أنا خدت الصدمة بقى بجد، وبنشوف كده إن هي عندها أساسًا كلب هي كمان وبيتعرّفوا كده على بعض وهبل كده، وبنعرف كده إن اللجنة بتاعة النادي الثقافي بتقرّب جدًا كده، وبيدوّروا كده على أعضاء جديدة وعلى رئيسة كمان للنادي. وطبعًا الغبية بتاعتنا بترفع إيديها علشان تترشح أصلًا، وبيقول لها أقطع دراعي والله العظيم أقطعه، لو كنتِ تعرفي يعني إيه نادي ثقافي أصلًا، فطبعًا بتقول له فعلًا والله ما أعرفه، فهنا بيقول لها طب اتطوعتِ ليه؟ وطبعًا ما فيش غيرها تطوع، فكده حرفيًا مش هيبقى في حتى انتخابات، هي اللي هتاخد الرئاسة على طول، والبت هنا أم شعر أحمر بتقول لهم أنتم عارفين إن أنا باستنى من السنة للسنة النادي ده، والمهرجان اللي بيحصل أساسًا أنا مستحيل أقبل بإن واحدة زي دي حسالة من حسالات المجتمع غبية أساسًا تبوظ لي المهرجان بتاعي اللي باستناه من سنة للسنة، فبتقول كده إن في احتمال كبير إن المهرجان هيبقى فيه كارثة، والأغلب النادي ده هيتسجن حرفيًا، لإن البت دي غبية وأكيد هتوقعنا في كارثة، فهو هنا بيقول لها كارثة هتتسجن؟ طب حلو ده، فبيقول لها اتطمني ديوش دي أحلى وأذكى واحدة ممكن تمسك النادي، ده هي اللي هتضبط لكم المهرجان، أنتِ تعرفي إيه أنتِ يا بت أنتِ؟ وبيتخانقوا مع بعض وبتقول له دي زبالة يا ابني ده بتجيب صفر، فهنا بيقول لها ده على أساس إن أنتِ بتقفلي ال100 ما أنتِ بتجيبي 10 من 100 في الآخر ما أنتم الاتنين ساقطين، وبتقول له كده أنت عايز تخرب المهرجان أنت كمان ليه؟ علشان وحيد أكيد ما عندكش صحاب صح؟ فأنت كده مش هتحضر المهرجان وده مهرجان اجتماعي أساسًا، وطبعًا هو بيتضايق جدًا من كلامها وبيشتمها وهي بتعيط والفصل كله بيتلم عليه مرة واحدة كده، وكل هنا بيتأكد إن الواد ده فعلًا ظالم وبيظلم البنات وبيعمل حاجات وحشة فيهم. يا اسطى والله العظيم أنت ويو أساسًا من الأنمي بتاع يونوز حرفيًا مظلومين والله العظيم. المهم بتتخانق مع يوش كده على مين هيبقى الرئيس كده، وطبعًا البنتين بيترشحوا للرئاسة وطبعًا إيمو هي اللي بتكسب بكل الأصوات حرفيًا. أنت متخيل يا صاحبي إن يوش ذات نفسها ليها صوت إن هي تصوت وما صوتتش لنفسها؟ الخانة فاضية من كتر غبائها، وبنشوفهم كده متأخرين جدًا في التجهيزات ويوش كده بتعلي صوتها يا إخوانا، يا إخوانا، يا إخوانا، يا إخوانا بما إني عضوة معاكم وما بقيتش الرئيسة، فإيه رأيكم إن أنا أقترح عليكم إن إحنا نكمل شغل بالليل وننط من على السور؟ صوتها عالي جدًا، فهنا بيقولوا لها ما نقولش لحد إيه يا بنتي، تقريبًا المدرسة كلها عرفت، ده البواب ذات نفسه عرف إن إحنا هننط. وبنشوفهم طبعًا بالليل بيقعدوا يلعبوا وما بيعملوش حاجة، وبييجي كده الصبح وبيقرروا كده إن هم هيلبسوا المراية حرفيًا بتاعة الخدم، ويوش هنا وهي ماشية بتشوف كده واحد كده بيعترف بحب، بس هي طبعًا بترفضه، ويوش هنا حرام عليكِ، إزاي ترفضي واحد زي كده؟ افرضي ما عرفش ينام بالليل، فبتمسكها كده فبتقول له الواد انتقم منها يالّا انتقم منها مش هي اللي رفضتك، وبتكتفها كده وبتقول له العب يا حبيبي براحتك، وهو هنا بيخش عليهم إيه ده أنتِ بتنيلي يالّا يخرب بيتِك، وبيضربها كده حتة علقة كالعادة وبتجري حرفيًا، واليوم كده اللي بعده ساعة كده بتشوفه وبتسأله يا اسطى كنت عايز أسألك سؤال كده من زمان وكنت مكسوفة بس هو أنتم إزاي بقيتوا صحاب أوي كده؟ وبيحكي لها كده إن هم من 10 سنين أمهاتهم أصلًا عرفتهم على بعض، وبنشوف كده إن يوش كانت بتقول إن هي عمرها 4 سنين وأمها كده بتقول لها 5 الله يخرب بيتِك ما تشيليناش ال5 بتيجي بعد ال4.
وفي مرة كده وهو قاعد بيذاكر بتنفخ في ودانه كده مرة واحدة وهو بيتخض جدًا، أنتِ جيتِ منين يا بنتي وإزاي؟ وبتقول له أنا نطيت من هنا أهو، وبتقول له كده تعالَ نلعب، وبيقول لها لأ أنا ورايا مذاكرة كتير جدًا ولازم أطلع الأول السنة دي، فبتقول له دي حاجة وحشة أوي، وكعادة أي بنت بتقول له أنا جعانة أكلني، أصل البنات بتحب تعيش سفلقة كده، فبيديها كده موزة وبتقول له إيه ده أول مرة أشوفها أساسًا، وعلشان تشكره أساسًا بتحاول تدّي له كده بوسة وبتجري كده وراه، بس هو بيحاول يهرب أصلًا لغاية لمّا بتوقّعه أصلًا بالعافية، فبتيجي له كده في مرة تانية خالص وبتقول له إيه مش هنلعب والّا إيه يابا؟ يالّا حبيبي نلعب يالّا، وهنا بيقول لها حابِّك بُص، حبيب مين؟ أنا باكرهِك أساسًا، بتقول له إزاي يا ابني هو أنا بعد ما اديتك البوسة دي هتكرهني؟ أنا كده بقيت حامل أساسًا أنا بوستك، وبيحاول يضربها كده بس هي بتتفاداها أساسًا وبتقول له ما تقول كده إن أنت عايز تلعب مصارعة. وبتمسكه كده وبتنط بيه من البلكونة حرفيًا، ومن هنا أساسًا حياته بدأت تقلب خراب في خراب. وفي مرة كده كان عنده برد أساسًا وحرفيًا نايم وطالع عين أهله، ويوش هي اللي أساسًا فضلت معاه طول الليل، وأمه طبعًا هي اللي بتفهمه كده وبتقول له وكمان فضلت تبوس فيه وهو نايم، فهنا إيه تقول الله يخرب بيوتكم، وقاعد قرفان كده وخلاص وهيرجّع وبيفضل كده يضرب فيها أساسًا، وبنرجع كده للحاضر لمّا خلاص بقى مجنون حرفيًا يا جماعة، الواد اتجنن، وحرفيًا قاعد بيكلم الكلب اتجن يا جماعة، وبيقول للكلب إحنا لازم نخلص منها أنا وأنت، أنا عارف والله حاسس بيك إنك مش طايقها زيي، وبنكمل كده الذكريات وهو أساسًا بيخبط دماغه أساسًا في الحيطة بيقول لها أنا لازم أعمل أي حاجة، وإلا الحيوانة دي يا إما هتجوزني يا إما هتجنني وتخليني أقعد أكلم الحيوانات، وفعلًا يا جماعة بعد ما كبر فعلًا طلع بيكلم الحيوانات. كان عنده وجهة نظر، وبيخش كده الحمام بيقول نفسي أعرف اللزقة بنت اللزقة دي هتغور إمتى من حياتي، وبتطلع له كده مرة واحدة كده وبتقول له ما تخافش أنا قاعدة أنا لازق هاتجوزها، ويقول لها كده والله العظيم لو آخر بنت في العالم ما أنا متجوزك، فبتقول له ما تخافش هاطلع عليك سمعة زبالة وأخلي لا ولاد ولا بنات، الولاد هاقول لهم إن أنت شاذ والبنات هاقول لهم إن أنت أساسًا حرفيًا بتاع بنات، وأقول لهم إن أنت عملت كل حاجة معايا، بنعرف من هنا إن هي أساسًا كانت قاصدة تطلع عليه السمعة، منك لله أنتِ وأنوثة يا بنتي، فبيفكر كده إزاي يخلّيها تكرهه كده، فبيقول لها أنتِ ما بتحبيش أنهي نوع كده من الرجالة علشان ما أكونش النوع ده أساسًا منهم، فهنا بتقول له أنا ما باحبش الولاد أساسًا اللي هي منحرفة أو عندها أي ميول لأي حاجة وقليلة الأدب، فهنا بيقول لها بس كده! طب حلو الكلام ده، ما توريني بقى أنتِ لابسة إيه، وهي بتتكسف جدًا وهو بوجه شرير بيتكلم كده جواه وبيفكر كده إن مش مهم أهله يشوفوه حاجة وحشة أو العالم ده أساسًا يشوفه حاجة وحشة دلوقتي أو يخسر صحابه، لإن كده هيخسرهم وده لمصلحته قدّام، لازم أهرب منها بأي طريقة هتقتلني، حتى لو على حساب كرامتي وإنه يفتكروا إن أنا وِحِش مش مهم، وبيجري وراها كده بيقول لها لا والله ما أنا سايبِك، ما أنتِ يا إما تطلعي من حياتي يا إما تورّيني. فهنا بتقول له خلاص هو طالما الحوار هيوصل إن إحنا نسيب بعض، لأ اتفرّج. وبنرجع تاني للحاضر وهو بيحكي كده وعلى آخره خلاص منها وبيقول لها كده تاخدي كام وتكرّهيها في إيه؟ تاخدي كام؟ أبوس إيدِك خدي اللي أنتِ عايزاه، أنا حرفيًا كل ما أحتكم عليه اللي في البنك والبيت أنا ممكن أبيعه لِك عادي، هامضّي أمي وأبويا عليهم بس طلّعي البت الجزمة دي من حياتي. ويوش كده بتطلع مرة واحدة بتقول له أنا حامل على فكرة يا اسطى وعايزة أشوف نوع الجنين ولد والّا بنت، فيالّا عشان نروح نكشف عند الدكتور، وهو على آخره خلاص هيتجن أهو اتجن يعني مش عارفين أساسًا، وهنا للأسف بنكون انتهينا من أول 12 حلقة وأول جزء من الأنمي ده، ولو حابين أنزل لكم الجزء التاني أنا بس ما حبيتش أطوّل لإن حرفيًا المقطع ده في رينج نُص ساعة، بس لو حابين نكمل لكم الجزء التاني يا ريت توصلوا المقطع ده ل5000 لايك وأنا هانزّله على طول أساسًا، ونشوف كده الواد ده هيعرف يهرب منها والّا البت دي خلاص كلبشت فيه وهتتجوزه عافية زي ما هي بتقول.